يا ماما انت اكلك جميل وكل حاجة، بس سامية بقى اكلها حاجة تانية خالص. دي عارفة يا ماما بتعمل الموزة بالفتة بقى، بالدقة بقى، بالثوم، بالصلصة، وعليها شوية كبد وكلاوي كده فوق الوش. يا نهار وقت تصدقي جوعت. شوف الواد بعد ما اتجوز اتنكر لاكل امه. هما الرجاله كده، اول ما يتجوزوا ينسوا اكل امهاتهم. لا يا طنط لا. لا يا ماما ابدا. ده انا اللي في حياتي ما دقت اكل بالطعامه دي ولا حتى وانا في بيت بابا. نفس ايه وطعم ايه ما شاء الله. بقول لك يا محمود، في المجله تشوف لي صفحات تانية غير صفحات المطبخ. انا خلاص بعد ما دقت اكل مامتك ما ينفعش اكتب في الطبيخ. خلاص انا اللي بكتبه ده شغل عيال جنب شغل الاساتذه. تسلم ايديك يا ماما. بالهنا والشفا يا حبيبتي يا اللي بتجبري بخاطري. لا والله ما هو جبر خواطر يا ماما، ده فعلا ألذ اكل دقته في حياتي. لا والله يا ماما دي بتجاملك. طب دي بتعمل بقى طاجن العكاوي ده بلسان العصفور بقى بجوزة الطيب يا ماما. عارفه حتى جوزة الطيب في وسط الطاجن نفسه، بحس يا والله جوعت تاني. يا محمود، ده انا لو قعدت معاك يا ماما وعرفت اسرار عبقريتك في الاكل، ده انا انشر حته كتاب يخلي كل الرجاله ياكلوا في بيوتهم والمطاعم كلها تقفل. والله بتجاملك وحياة ربنا بتجاملك. دي عارفه بتعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه بقى اللي هي متعصجه مع شويه صنوبر كده اهو، ومعاها عارفه شويه مكسرات غريبه عمري ما شفتها قبل كده. بص انا هقعد احكي لكم ازاي بقى، يعني ما ينفعش احكي خالص. انتوا بقى بعد بكره ان شاء الله تتعشوا معانا وتشوفي كل اللي انا بقوله ده بنفسك. يعني ايه عزومه عندنا؟ وانا موافقه، اما اشوف بقى اكل اختي ولا اكل عروستك. انا على العموم متحيزه لاختي حبيبتي من دلوقتي. لا اختك مين؟ ساميه مراتي نمره واحد. لا ابدا، ماما نمره واحد. ممكن بقى تبطلوا خناق، بعد بكره مش بعيد. ده هيبقى حته يوم. انا شكلي كده مش هنام لغايه بعد بكره. لقاء السحاب، تحدي العمالقه. محتاسه حوسه سودا يا ماما، مش عارفه اعمل ايه. عزم مامته وخالته النهارده على الاكل عندنا في البيت. الاستاذ يا ماما بيتحداهم، بيقول لهم مفيش اكل في الدنيا زي اكل مراتي. بس يا ستي نزل من ساعه تقريبا على شغله، وبعدها بشويه لقيت الجزار جاي وجايب لي لحمه كتير قوي، وبعدها كمان لقيت بتاع الفراخ جاي ومعاه فراخ كتير قوي، والسوبر ماركت برضه والخضري برضه. يا ماما المطبخ يضرب يقلب، مش عارفه اعمل ايه. وبعدين هو كمان متحديهم في الاكلات الصعبه كلها، يعني ما فيش لا تيك اواي ينجدني ولا بتاع سمك ولا كبابجي ولا اي حد، لازم السفره تبقى بيتي. صحابي ايه بس يا ماما ما انت عارفاهم يا ماما، نصهم خيبانين زيي والنص التاني مشغولين ببيتهم وعيالهم وجوازاتهم. مين دي؟ اسمها ايه يا ماما؟ طب يا ماما من فضلك عندك عنوانها ولا نمره تليفونها؟ طيب بقول لك ايه، انت هتعملي الحلويات بنفسك ولا تحبي اعد وانا راجع من الشغل اجيب مثلا قد بتاع 5 كيلو بسبوسه؟ لا ماما وخالتي ما بيحبوش الحلويات، اكلهم انا وانتي. يا محمود ارحمني، مش كفايه عليا العشاء كمان يا حبيبي عايزني اعمل الحلويات في البيت؟ ولا يهمك، احنا عندنا كل الحلويات اللي انت محتاجيها. دي بقى الاصناف اللي احنا مشهورين بيها. تحطي علامه صح قدام الصنف اللي انت عاوزاه وتكتبي العدد. عدد ايه؟ عدد اللي هياكلوا بالهنا والشفا، 2 3 10 زي ما انت عاوزه، وبعد 24 ساعه توصل الطلبات بيتك سخنه. 24 ساعة ايه؟ لا انا في عرضك. الليلة دي حماتي واختها جايين لي على العشاء، ودول جوز ستات قراريب طول عمرهم ستات بيوت. يبقى كده هتضطري تدفعي زياده، مستعجل يعني. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الله 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 الله، شكلك كده تعبتي قوي النهارده على ما جهزت الاكل ده. يا حبيبي كل يهون علشان خاطر انت ومامتك وخالتك تبقوا راضيين عليا. ياه ايه ده، وكل دي فرخه ما شاء الله. فرخة ايه يا محمود؟ ده ديك رومي. ديك رومي؟ ازاي؟ ده انا باعتلك من عند الفرارجي فراخ مش ديك رومي. ما هو اصل انا قلت ايه، عزومة مامتك وخالتك ما يصحش تبقى عزومة فراخ، ده عادي قوي. فقمت مكلمة بتاع الفراخ وقلت له خد الفراخ بتاعتك وبعت لي ديك رومي. ووافق. اصل يعني الفراخ دي بقى يعني بعد ما ذبحها ووزنها ونضفها وشال الريش وافق ان هو يغيرها بديك رومي. طبعا يا حبيبي، ما هو هيبيعهم يعني هي الناس هتبطل تاكل فراخ؟
على رأيك. وايه الاكل الجامد ده؟ ايه ده؟ البصل ده؟ ايه ده اللي البصل ده؟ ده كباب حله كندوز عاملاه بالبصل، هتاكلوا صوابعكوا وراه. وكباب الحله ده برضو جايباه من عند الجزار؟ طبعا من عند الجزار، امال هتكون جايباه منين؟ مش معقوله طبعا يكون من عند الميكانيكي. بس انا بعتلك من عند الجزار ريش فيتيلو. ما هو انا يا حبيبي عملت مع الجزار زي ما عملت مع بتاع الفراخ، وخليته يغير لي البتلو بكندوز. وبعدين بقى يا محمود لما تبقى عامل عزومه بعد كده ما تنقيش الحاجات على مزاجك، سيب اللي هتطبخ هي اللي تنقي. على رايك. وبعدين ريش فيتيلو ايه وفراخ ايه؟ هناكل زي ما عم عبده البواب بياكل. بواب؟ بواب ايه؟ اصل انا وانا طالع شميت ريحه اكل كده فظيعه، قلت دي اكيد ريش فيتيلو. وبعدين ببص كده لقيت ان عم عبده البواب هو ومراته وبنته تقريبا يعني عازمين قرايبهم بقى وعاملين لهم ريش فيتيلو وفراخ، بس ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه. ايه رايك بقى يا حبيبي تروح تغير هدومك كده وتكلم مامتك وخالتك علشان ما يتاخروش عشان الاكل ما يبردش؟ صح، على رايك. هكلمهم بسرعه جدا. يلا.